السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد علينا ان شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض البيتي فور الفاخر الدايب كده الناعم، حاجة كده من الآخر. هنعمل النهاردة وصفة كده جميلة ولذيذة، وفي شوية تريكات هنقول عليها النهاردة علشان نطلع بنتيجة حلوة جدا زي ما انتم شايفين كده. زائد ان احنا هنعمل لون اللي هو البيستاشيو، مش بالبيستاشيو ولكن لون كده هقول لكم هنجيبه ازاي. بجد النهارده الوصفه او حتى الفيديو خفيف كده وجميل، ولاي حد يقدر يعمله. حتى التزيين تزيين بسيط بيتهيألي مش مكلف خالص، يعني عشان ناخد بيتي فور سبيشال كده، حاجه تبقى جميله ومميزه. وزي ما انتم شايفين بجد القوام حلو قوي. ما تنسيش اللايك وخليكي مع اخر فيديو. يلا بينا ندخل في المقادير بتاعتنا على طول. اول حاجه عندي هنا كيلو من الدقيق، وبالنسبه لنوعه دي جميع الاغراض، وده بيبقى موجود في كل مكان، او دقيق كحك وبسكوت هيدينا برضو نتيجه كويسه. اهم حاجه التكنيك اللي بيبقى في الشغل نفسه عشان نطلع بالنتيجه الكويسه اللي احنا شفناها في الاول. هنا عندي كيلو الا ربع او 750 جرام من الزبده. الزبده دي اي نوع تشتغلي فيه مفيش مشكله خالص. المهم الزبده دي تبقى عندي مش بدرجه حراره المطبخ، ومش ساقعه قوي، مش خارجه من التلاجة، يعني تبقى مثلا مطلعاها بقالي تلت ساعه كده من التلاجة، تبقى ساقعه معايا شويه. عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، مش خارجة من التلاجة على طول واشتغل فيها. اشتغلنا النهاردة ب4 بيضات كاملين، مش صفار ومش بياض لوحده. تمام. بالنسبة للسكر 350 جرام من السكر البودر، وكمان عندي هنا 50 جرام من الكاكاو الغير محلى، ويفضل جدا يبقى نوع كويس. كمان عندي ربع معلقة من الملح، و4 اكياس من الفانيليا، لكل بضايه كيس فانيليا، وكمان معلقتين كبار من اللبن البودر. فعجان بقى، لو انا عندي عجان، لو مفيش طبعا هيبقى مضرب كهرباء، لو مفيش هيبقى مضرب سلك، ولكن الاختلاف في الثلاثه دول هيبقى الوقت، مش اكتر من كده خالص. الخطوه الاساسيه اللي انا هعملها ومهمه جدا ان انا لازم انخل عندي السكر زي ما انتم شايفين عامل تكتلات، وده طبيعي جدا في السكر البودر، ولكن لو انا سبته كده بيعمل تكتلات وما بتروحش عندي. لو انا عجنت قد ايه ما بتروحش برضو التكتلات دي، ودي خطوه لازم نخلي بالنا منها كويس جدا. نيجي هنا بقى بنزل عندي كميه الزبده، وعايزه اقول لك لو احنا شغالين في العجان ننزل الاول السكر، بعد كده ننزل الزبده عشان ما يبهدلش مننا الدنيا. هنضرب دلوقتي لحد ما نوصل لقوام فومي جدا، ولكن عايزه اوقف كده العجان واوريلك بعد نص كده الوقت اللي انا مريت بيه. عندي هنا لسه تكتلات زبده، واداني شويه القوام قوام كريمي، ولكن مش هو ده اللي انا عايزاه. تمام. عشان في ناس ممكن تضرب وتقولك خلاص كده، لا، بيبقى لسه في زبده ما اتخلطتش. زي ما انتم شايفين الزبده هنا والسكر بقوا في قوام تاني خالص، يعني اللون بقى فاتح قوي. القوام بقى هش جدا زي ما انتم شايفين، هو ده القوام اللي انا عايزاه، مفيش اي ملامح للزبده اللي هي في صورتها الاولانيه خالص. ببتدي بقى اجيب عندي هنا ايه معلقتين اللبن انزلهم. عايزه اقول لك اللبن ده بيدي تيست تحفه جدا لكل حاجه فيها معجنات، او حتى بالاخص لكل نواعم العيد. نيجي هنا بقى للبيض، هنزل بيضه بيضه، ولكن مش هنزل ال4 بيضات مره واحده، ده يفصل لي القوام مره واحده كده، وهيقعد وقت كبير قوي قوي على ما يبتدي ان هو يجمع تاني معايا. وما دمنا قلنا بيض يبقى لازم الفانيليا. لو عندك فانيليا اللي هي السايله هتبقى 4 معالق صغيرين مش مليانين، لكن لو الفانيليا السكر لكل بيضه كيس من الفانيليا. انا دلوقتي هبتدي ان انا كل ما البيضه تروح معايا كده اثناء التشغيل هبتدي انزل بالتانية وانزل بالتالتة لحد ما اخلص عندي الكمية. عايزة اقولك برضو على معلومة كمان، يعني اضعف الايمان بعد ما ضربتي ووصلتي القوام الفومي ده قبل ما تحطي البيض، وكان في سنة سكر كده برضو ما بتروحش، هتروح معاكي اثناء خفق البيض مع السكر والزبدة. هبتدي طبعا اكمل عندي كل البيض بالطريقه دي، وكل ما بنضرب البيض مع السكر والزبده بيديني قوام خفيف قوي يشبه جدا جدا قوام الكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين ده قوام حلو قوي، ووصلنا كده تمام جدا. اول لما اوصل للقوام ده يعني بعد ما بنزل باخر بيضه دقيقه بالظبط، اضرب واوقف واحط عندي الخليط بتاعي ده في قلب كده طبق اقدر اشتغل فيه بشكل كويس. هنزل عندي هنا بربع معلقه من الملح على الدقيق. وبرده خطوه مهمه جدا ان انا لازم انخل الدقيق، دي خطوه اساسيه، سواء جايبه الدقيق مغلف او جايباه سايب. لو السايب احنا طبعا بنتلاشى ان يبقى فيه اي مثلا اي حاجه كده تبقى موجوده فيه، فبرضو بنخليه تمام جدا.
لو حتى اللي هو المعلب بندخل كميه هواء كويسه عامه للدقيق. خلاص هنا بعد ما ابتديت ان انا انخل عندي الدقيق، هنبتدي ان احنا نعجن بايدينا. دي اكتر حاجه تقدري تحسي بيها العجينه. عايزه اقولك القوام بتاعنا النهارده قوام لازم يبقى بيلزق جدا. عايزه اقولك برضو كمان ان احنا ما بنعجنش العجينه، بنلمها لحد ما الدقيق في صورته الجافه ده تروح. انا ببتدي ان انا الم عندي العجينه كده بصوابع ايديا، مش بعجن خالص. عايزه اقولك ان هنا المقطع متجري شويه عشان ما يطولش معانا، ولكن القوام لازم يبقى بيلزق جدا بالشكل ده. الخطوه التانية بقى، لو انا عايزه الون عندي جزء من البيتي فور، هاخد جزء من العجينه وانزل بالكاكاو. يفضل جدا يبقى نوع كويس عشان كمان اخد طعم حلو للبيتي فورايه عندي، وتبقى طعمها كده تحسي شوكولاته مش كاكاو. او في انواع كتير كده تحس ان هي مش احلى حاجه، ما بتديش طعم قد ما بتدي لون، بتدي لون غامق جدا. طبعا الكاكاو زي ما قلنا غير محلى، وكمان لازم ننخله عشان ميبقاش فيه تكتلات. من اكتر الحاجات اللي هي بتتكتل الكاكاو والسكر البودر. ابتديت ان انا احط عندي كميه الكاكاو، وزي ما قلنا كده مش عجن، ده تقليب لحد ما يروح معايا ويديني النتيجه اللي انتوا شايفينها دي. نيجي بقى للخطوه التانية، ان انا عايزه اعمل لون تاني اللي هو لون البيستاشيو. انا هنا طبعا كنت ما بسجلش، التليفون ما كانش بيسجل، وابتديت ان انا اشتغل، ولكن اكتشفت يعني ان انا ما بسجلش وخلاص. هقول لكم دلوقتي انا عملت ايه. بنزل عندي كميه كده من النقط اللي هي الجل الاخضر ده، وبروح حاطه ربع معلقه صغيره بس من الكاكاو. وطبعا لو انا عايزه ادعم عندي اللون اكتر من كده بحط نقطتين كمان، واقلب لحد ما بتديني اللون اللي انتوا شايفينه ده لون حلو جدا على فكره. ممكن يغمق سنه صغيره بعد التسويه، ولكن هو ده اللون اللي انا عايزاه. عامه عايزه اقول لك لو ما حطيناش ربع معلقه صغيره من الكاكاو مش هيدينا اللون اللي انتوا شايفينه ده، هيدينا لون اخضر فاتح قوي. هنا بقى بالنسبه للتيب، ده تيب اللي هو سنونه داخله لجوه شويه، انسب حاجه عامه لفورمه البيتي فور. للناس اللي اول مره تشتغل بكيس حلواني لازم ان احنا نعمل تيست الاول كده، وكمان نشوف العجينه معانا هتبقى عامله ازاي، هل ان هي هتسيح مش هتسيح، نشوف القوام بتاعها. هنا بنزل عندي، المهم ان يبقى الكيس معايا عمودي، ما يبقاش لا جاي يمين ولا شمال. هنا بحط كده وحدتين من البيتي فور وابتدي ان انا اسويهم. بالنسبه للتسويه، انا بشغل عندي الفرن لمده 10 دقايق على درجه حراره 160. بشغل من تحت بس، ما بشغلش الشوايه خالص. لو عندك في الفرن بتاعك مروحه نشغل تحت والمروحه بس، هيدينا لون حلو جدا. هنا بقى بجيب عندي صينيه، ومش شرط ابدا ان هي تكون ما بتلزقش، اي صينيه صاج الومنيوم تيفال اي حاجه النواعم عندي ما بتلزقش، لان بيبقى فيها كميه زبده كويسه. هنا بقى ببتدي ان انا اشتغل عندي او انزل عندي البيتي فور بالشكل ده، اي طبعا شكل انا عايزاه، وبسيب مسافات مش كتيره لانه مش هيفرش مني. وطبعا لازم تبقى خطوتك بعد العجن سريعه في التشكيل عشان ان احنا نشتغل بسرعه. حاجه كمان مش لازم ابدا ابدا ان احنا نشتغل في مكان سخن، يعني نبقى نشتغل في مكان والبوتاجاز في مكان تاني خالص، عشان البيتي فور فيه كميه زبده كتيره. طبعا لو انت شغلتي صينيه، يعني اشتغلتي في صينيه شكلتيها وفي صينيه في الفرن، حطيها في التلاجة. لكن ما ينفعش نسيبها كده تبتدي انها تسيح منك في قلب الفرن وتفرش، وهتديكي نتيجه مش كويسه، وكمان النقشه منك هتروح. ده برضو بالنسبه ل عايزه اوريلك اللون اللي هو البيستاشيو برضو عامل ازاي. حلو جدا بالنسبه للتشكيل، عايزه تغيريه تقدري تعمليها شكل تاني. ده بيبقى على حسب رغبتك اعمل ايه او ما اعملش ايه، ولكن احنا بنتكلم على ثوابت كده ما فيهاش اي يعني تغيير خالص بالنسبه للمكونات، بالنسبه للتكنيك بتاع الشغل عشان نطلع بنتيجه كويسه. هنا برضو عايزه اوريلك اللون اللي هو البيستاشيو بعد ما طلع عندي من الفرن، ولا غلطه، حلو جدا. التسويه حلوه قوي من تحت. الناس اللي هي ما بتقدرش ان هي تطلع التسويه، لو في لون انا عاملاه غامق او هو اللون البيستاشيو او اي لون، ممكن نحط قطعه كده من اللون اللي هو الفاتح عشان نقدر نظبط التسويه. ولكن انا عندي برضو عارفه الدنيا ماشيه ازاي. للناس اللي هي مش عارفه تقدر تعمل الخطوه دي في كل صينيه بتدخل عندها الفرن. هنا خلصت عندي برضو اللون اللي هو الشوكولاته ده، وبعد التسويه زي ما انتم شايفين حلو جدا، ما فرشش القطعه، والريحه عايزه اقول لك جنان. النوع الكاكاو لو حلو بجد هيديكي طعم خرافي جدا. نيجي هنا بقى لخطوه التشكيل. نص التشكيل عندي او نص التزيين عندي ان انا اجمع كل اتنين قد بعض، وابتدي ان انا احط لهم التزيين بتاعهم من جوه.
انا بالنسبه للون اللي هو البيستاشيو ده حطيت شوكولاته بيضه، واللونين التانيين دول حطيت نوتيلا. تقدري تحطي شوكولاته بقى بني بيضه، ده بيرجع على حسب رغبتك في انك تحبي ايه او ما تحبيش ايه. ده برضو ما فيهوش ولا، ما فيهوش صح وغلط. احنا عملنا الاساسيات، بعد كده هيبقى كله اختياري، يعني انا عايزه اعمل كذا او مش عايزه اعمل كذا. نيجي بقى لبقيه التشكيل عندنا. في التزيين انا احتجت النهارده باكو من الشوكولاته البيضه وباكو من الشوكولاته اللي هي بالحليب، وفي تقدري انك تجيبي اللي هي من غير حليب، برضو بيبقى طعمها حلو جدا. والنوع اللي انا اشتغلته النهارده كان سما، ونوع بجد حلو جدا، سواء البيضه او الحليب او حتى اللي هي الساده، حلوين جدا جدا. التزيين كان عندي سهل وبسيط، وعايزه اقولك هتاخدي يعني شويه بيتي فور حلوين سبيشال كده وحاجه جميله. النهارده جبت جوز هند وشوكولاته فرماسيل، وكمان عندي سوداني مجروش. عايزه تحطي مكسرات، ده زي ما قلنا اختياري، مش صح وغلط. تمام. تقدري بقى تشكلي التشكيل اللي انت عايزاه، انا بديكي افكار وانت تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. مفيش مشكله خالص. اهم حاجه ان احنا عملنا حاجه في الاساس طعمها حلو، بعد كده كله بيبقى منك انت تجويد. اقدر اعمل حاجات او اقدر اعمل افكار، مفيش مشكله خالص. عايزه اقولك الاسعار اصلا السنه دي يعني رايحه في ذمه الله. احنا بعد التشكيل هيبقى وزن البيتي فور عندنا معدي ال2 كيلو. الكيلو بره بقى احسبيه بكام، وانتي تقدري انك تعمليه باقل تكلفه، والنتيجه بجد هتبقى ممتازه جدا، وكمان ليكي هتبقى موفره قوي. لكن لو احنا عايزين نعمل بقى زي الشغل بتاع بره مكلف يبقى شويه، تقدري تعمليه في البيت وبرده مش هيبقى بالنسبه لك مكلف. يعني لو عايزه تجيبي زبده فستق تقدري تجيبيها زبده، او زبده البسكوت. كمان في انواع كده السنه دي نازله كتيره قوي كده بالنسبه للشوكولاتات اللي هي الكندر، الرافاييلو، الروشيه. مفيش مشكله خالص. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفادوا منه حاجه بسيطه. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.